ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقه الفيديو ده مختلف شويه، هتكلم فيه عن ترشيحات لعربيات مستعمله. العربيات دي لسه سعرها مناسب، لسه اقدر اجيبها بسعر مش الخزعبلي اللي بسمعه دلوقتي، بسبب ان هي مش عليها العين، السوق مش حاببها. العربيات دي كان طلع عليها اشاعات قبل كده فما بقتش بياعه قوي، فما رفعتش الرفعه الكبيره قوي مع الاسعار اللي رفعت. هي دي اللي احنا عايزينها دلوقتي. العربيات دي احنا هنجيبها ونفصصها، نشوف ايه المناسب منها اللي ينفع ركوبة كويسة وبسعر كويس. اصل معلش واحد دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها ظروف صعبة، هو مضطر يجيب عربية مستعملة، خلاص هو مضطر، الاسباب يا سيدي كتير قوي، لكن هو عايز يجيب عربية، معاه قرشين عايز يجيب بيهم عربية. فان انت تروح لعربيه مشهوره معروفه السوق بيحبها، ده غلط. دلوقتي كل واحد دلوقتي معاه العربيه دي بيحاول يعلي على سعر التاني، وخصوصا المعروض كمان من تجار مش من ناس، يا ريته من ناس، لا ده من تجار وعربيات طالع عينها يعني. فاللي انت تروح تجري على البومه والتويوتا والسيراتو وحتى الماروتي، العربيات المعروفه، ده غلط. لا احنا نروح للعربيات اللي مش بياعه في السوق، خصوصا العربيات دي لمست قوي وانا بدور، انا قعدت ابحث كتير قوي في الفيديو ده والله عشان اطلع، يعني كان موضوع الفيديو حاجه تانية خالص، ترشيحات لعربيات مستعمله عاديه. في الاخر صعب عليا، يعني لا انا لو معايا المبلغ ده انا مش هدفعه في العربيه دي. فلقيت العربيات اللي سعرها مناسب، اللي انا بقول لكم عليها، اللي كان السوق ما بيحبهاش، مش بياعه، فهي دي اللي ما زادتش قوي. يا عم هو ده موضوع الفيديو النهارده، هي العربيات دي. اصل العربيات دي هنمسكها نفصصها ونشوف قطع غيارها، لو مناسبه خلاص هنتوكل على الله، مش هنروح نجيب باسعار خزعبليه العربيات المعروفه. شكرا على كده. وعايزك تعمل لايك للفيديو ده وتنشره كمان، لان ده يعتبر اكبر دعم منك للمحتوى اللي بنقدمه، عشان يوصل لكل واحد هو بيدور على عربيه مستعمله دلوقتي معاه قرشين صغيرين كده بيحاول يجيب بيهم عربيه كويسه، يمكن المحتوى بتاعنا يفيده. واول عربيه هنبدا بيها هي الاوبل كورسا، موديلات من 2003 ل 2007، عربيه سيدان. العربيه دي برازيلي الصنع، نزلت مصر هنا بموتور 1600 سي سي مانيوال، بيطلع 101 حصان. طب هل كل الاوبل كورسا اللي هلاقيها هي الموتور ال 1600 المانيوال؟ لا، ده الستوك، ده اللي نازله بيه، لكن هتلاقي في السوق كتير العربيه معمول لها تعديلات، يعني نازل عليها سيستم اوروبي مانيوال 1600 لحد 1800، من اول 1000 ل 1800، وسيستم برضو اوروبي اوتوماتيك لحد 1800، وبينزل عليها سيستم لانوس. يعني بص بيتشقلبوا في تعديل السيستم بتاعها. وصاج العربيه دي ناشف قوي بالمقارنه بعربيات في نفس فئاتها، اللانوس والفيرنا والحاجات دي. العربيه عاليه عن الارض وثابته معاك على الطريق. طيب ايه عيوبها؟ العزل بتاع العربيه ضعيف، فدايما على السرعات، خصوصا السرعات العاليه، انت بتسمع صوت الموتور. والعربيه دي كمان عارف وانت ماشي في الشارع كده، اي عربيه اوبل كورسا السيدان دي اللي بنتكلم عليها هتلاقي فيها تكاليح في البويه بتاعتها، السقف والكبوت والشنطه، تلاقي البويه مكلحه، خصوصا ان احنا عندنا هنا في مصر الموضوع بتاع ان انا لا ما ارشش العربيه، تبقى فابريكا، فهو يسيب العربيه مكلحه ولا انه يرشها. فالعربيه دي اصلا من عيوبها ان البويه بتاعتها بتكلح من الشمس. العفشه بتاعت العربيه دي ناشفه، فهتديك الثبات اللي انت عايزه، لكنها في المطبات هتحس بالنقر والمطبات والطرق المكسره. طيب احنا زي ما قلنا العربيه بتنزل بسيستم ستوك بتاعها ال 1600 المانيوال، يا سيدي لقيته كان بيها 100 خلاص مفيش حد لاعب فيها. طيب لقيت العربيه نازل عليها سيستم تاني غير ال 1600 المانيوال بتاعها، سواء كان مانيوال او اوتوماتيك، يبقى لازم تتاكد قوي ان مفيش لمبات منوره. يعني انت اول ما بتدور المفروض اللمبات اللي تشيك بتنور قدامك، خلاص العربيه دارت اللمبات كلها بتبدا تطفي، تتاكد وانت بتدور اللمبات فعلا نورت كلها، وبعد كده اللمبات كلها طفت. في لمبه منوره يبقى كده في مشكله، ومشكله كبيره في الاوبل تحديدا، ما تستهونش باي مشكله في الكهرباء. تتاكد ان العدادات بتاعت العربيه شغاله، مفيش لحمات بلدي في السلوك بتاعت العربيه في الضفيره، لان ده بيفرق قوي معاك بعد كده. طيب نيجي لقطع غيار العربيه دي، موجوده في السوق ولا لا؟ القطع الغيار اللي هي الميكانيكا والعفشه موجوده، وبيركب لها كمان بدائل ارخص من عربيات تانية زي الافيو والاوبترا والنوبيرا والليجانزا وعربيات كتير. انما الصاج الخارجي، العربيات اللي بتيجي متقطعه من بره اللي هي الاستيراد، موجود الماسك اللي هو الاوروبي، ده شكله، وده شكل العربيه اللي موجوده عندنا هنا في مصر. ففي اختلاف بين العربيتين في الماسك الامامي، الفانوسين بالاكسدام بالكبوت،
فانت مش هتلاقيهم استيراد بس هتلاقيهم جداد. او ممكن تعدل الماسك اصلا، يعني تشتري الماسك كله اللي هو الاوروبي تركبه مكان الماسك البرازيلي اللي هو اللي موجود في مصر هنا. بقيه الحاجات في الصاج الخارجي زي الابواب بتاعه العربيه، الشنطه، الكلام ده واحد مفيش اي اختلاف. وخلي بالك وانت بتشتري اي عربيه اوبل لازم الكهرباء بتاعتها تكون سليمه عشان ما تدخش وراها. الاعطال بتاعه الميكانيكا والعفشه واضحه مقدور عليها، الاعطال بتاعه الكهرباء خبيثه ما بتبانش غير بالكشف على الكمبيوتر. عشان كده اي عربيه رايح تشتريها في الاوبل استرا تحديدا لازم تكشف على العربيه على كمبيوتر بتاع اعطال عشان تشوف لو في اي عطل بتاع كهرباء خفي، لو هو طافي لمبه الاعطال والعطل موجود لكن مش ظاهر على لوحه العدادات. طيب سعرها كام العربيه دي يا عم فراج اوتو؟ اصبر عليا بس. السعر بتاعها من 90 ل 110,000، والصراحه انا شايف ده سعر مناسب قوي بالنسبه الفئه اللي موجوده فيها العربيه دي، لان هي بتقدم لي باكج كده على بعضه ممكن ما الاقيهوش في عربيه تانية في نفس الفئه. والحقيقه عايز اشكر مهندس احمد جمعه في الاخر، هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه، ولكن لقيت الراجل ده عامل مجهود جبار قوي بيساعد اي حد فعلا عايز بيسال على العربيه. ما هو انا قبل ما اعمل اعداد اي فيديو لازم ادخل جروب العربيه اقعد انكش كده وادور واشوف بيشتكوا من ايه وبيعملوا ايه، فلقيت الراجل ده عامل مجهود جبار فعلا. لو اي حد فعلا بيشتري العربيه دي لو دخل على الجروب هيلاقي مجهوداته موجوده وبيحاول يساعد الناس فعلا ان هي ما يضحكش عليها، ان هي تشتري العربيه اللي حاله كويسه، ان هي تعمل. فحابب اشكره والله ان انت يعني كويس ان لسه في ناس كده بتحاول تساعد. على جروب الملاك بتاع الفيسبوك هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات في الفيديو، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع موقع هتلاقي في الوصف بتاع الفيديو. لو انت حابب انك تدور على عربيات مستعمله من اللي بنقولها في الفيديو ده ادخل وهتلاقي ناس عارضه عربيات بس كده. طيب نروح لتاني عربيه ودي حكايتها حكايه، البريليانس جالينا. العربيه دي فخامه وركوبه وتتقارن بحاجات عاليه قوي وسعرها قليل قوي. العربيه دي راسيه على الارض، يعني هتشوف منها ثبات مش هتلاقيه في عربيه غيرها بنفس الفئه السعريه دي. العربيه بتنزل بمكنه وفتيس من ميتسوبيشي 2000 سي سي، المكنه بتاعتها بتخرج 133 حصان. العربيه بتنزل اوتوماتيك مفيش منها مانيوال. الاوبشن بتاعها بقى ما تعدش، 3 شاشات عرض وحساسات ركن وكاميرا خلفيه، والفئه الاعلى بتنزل بفتحه سقف وجنط 16 وكرسي السواق كهرباء. العفشه بتاعت العربيه دي مخلطه بين السكودا والاوبل، عشان كده لو رحنا لحته قطع الغيار هنلاقي ان الميكانيكا والعفشه موجودين، وموجود البدائل من عربيات كتير قوي، لان هي عارف تحس ان هم مجمعينها، مكنه ميتسوبيشي على عفشه سكودا على مش عارف ايه. انما مشكلتها في ايه؟ في حته قطع الغيار بالذات في الحاجات الداخليه، الحاجات الفبر اللي جوه في الصالون. يعني ممكن مثلا اكره تتكسر منك تقعد دايخ عليها 6 شهور عادي جدا، موجوده بس قليله قوي. فالميكانيكا والعفشه موجودين، الفبر والحاجات القطع الداخليه قليله جدا للاسف. برضو من عيوب العربيه دي ان الملاك بيحسوا ان هي العربيه يعني اجزاء عفشتها كتير وهي تقيله بتستهلك عفشه بزياده شويه. والحقيقه عجبني كومنت بتاع حد من ملاك العربيه لحد تاني داخل الجروب بيسال يا جماعه ايه رايكم في الجالينا، ايه رايكم في عيوبها مشاكلها، فرد عليه حد من الملاك بيقول له اشتري الحاله، غير كده العربيه هتوريك ايام ما يعلم بيها الا ربنا. بس كده. العربيه دي سعرها كام؟ سعرها من 60,000 جنيه الاوتوماتيك، هي ما فيهاش غير اوتوماتيك، سعرها من 60,000 ل 120,000. اوعى تشتري اللي ب 60، يعني ما تروحش الارخص حاجه. ارخص حاجه دي عربيه متهانه، عربيه هتطلع عينك. خليك في الوسط، خليك في العربيه اللي هي مش عاليه قوي، مش اللي ب 120 و130 وصاحبها شاطح بالسعر، لا خليك في المتوسط بحيث ان انت تجيب عربيه كويسه. والصراحه انا شايفه يعني على الاوبشن ده كله وعلى الثبات وعلى الفخامه وعلى الحاجات دي كلها ممكن اتنازل شويه عن حته ان العربيه مش بياعه، العربيه قطع غيارها الداخليه مش موجوده، بس هاخد معلش الباكج على بعضه كويس قوي ب 110,000 جنيه مثلا. طب زي الفل. طيب نروح لتالت عربيه بقى، ودي حاجه كده حكايه، البورا، فولكس فاجن بورا. العربيه دي تقدر تجيبها موديلات من 2001 ل 2004. العربيه دي من اجمل العربيات اللي ممكن تركبها. العربيه 1600 لكن بيتسقط لها سيستم 1800 و2000 تربو. اما لو رحنا لحته قطع الغيار فانا عايز اقول لك هي تقريبا نفس عفشه وصالون الجولف 4 مثلا. العربيه دي قطع غيارها موجوده بالمسمار، شفت انصاص متقطعه على الجروب نازله لتجار بيبيعوها، يعني انصاص جايه استيراد، فالمسمار بتاع العربيه موجود ما تقلقش منه خالص. العربيه دي يساعدك يا هناك لو جبت حاجه حالتها محترمه
بسعر كويس. طب سعر العربيه دي كام؟ بيتراوح في رينج 150 160 الف جنيه. احنا علينا شويه بالباكج، بس الصراحه العربيه دي تستاهل. يعني هتقع في حبها لو جبت حاجه كويسه منها. انا كمان كلمت ناس من بتوع قطع الغيار، ما انا بعيش في الفيديو. كلمت ناس من تجار قطع الغيار. ايه يا فندم بسال عن شويه قطع غيار ليها. فانوس خلفي بكام؟ 700 جنيه. اكسدام امامي بكام؟ ب 2000 جنيه. الفانوسين الامامي بكام؟ ب 2500 جنيه. الاسعار انا شايفها متوسطه بالنسبه للرينج بتاع الاسعار العادي، فكويس جدا ان قطع الغيار زي ما قلنا موجوده واسعارها متوسطه. بس العربيه يعني دور عليها واسعى ليها لو انت بتدور على حاجه في الرينج بتاع 160 الف جنيه. طيب نيجي لرابع عربيه، وهي سيتروين سي 4 موديلات من 2005 ل 2009. العربيه دي مش منتشره قوي لكنها عربيه جباره. طبعا اول حاجه اهتميت بيها في العربيه دي قطع الغيار. سيتروين عربيه مش منتشره، يبقى قطع غيارها قلت مش تبقى موجوده اصلا. بدات ابحث، بدات ادور على الناس بتوع قطع غيار، لقيت ناس متخصصه استيراد جايبه نصاص قطع غيار هي متخصصه في العربيه دي، في الماركه عموما بتاعه سيتروين. فانبسطت يعني، لقيت حد في اكتوبر هو متخصص، لقيت حد في صقر كوريش، لقيت حد هنا. قلت بس يعني حلو العربيه اللي ملهاش قطع غيار ده، احنا لو دورنا هنلاقي ناس متخصصين فيها، ودي حاجه هتريح قوي. طيب ايه يا سيدي، خلاص بقى بدات قلبي اتفتح للعربيه. طيب ايه عيوب العربيه وايه مميزاتها وبتاع؟ العربيه الحقيقه الكراسي بتاعتها مريحه قوي، يعني عارف الستيروين بالذات يعني من اجمل العربيات اللي ترتاح في الكراسي بتاعتها. يعني مش عارف ليه بالذات العربيه دي. العربيه هتاخد منها رفاهيه ملهاش حدود، وخامات داخليه كويسه جدا، والعزل بتاعها كمان ممتاز. لكن عارف انت العربيه دي مشكلتها ان هي مش بتاعت اسيه، يعني مش مش العربيه لا، العربيه دي بسكوتايه ناعمه شويه، عايزه اللي يتعامل معاها بالشوكه والسكينه، يحافظ قوي على صيانتها، يجيب لها القطعه الاصليه، يجري يعمل لها الصيانه قبل ميعادها. الحد اللي هو مهمل في الصيانه، اللي مهمل مش هتنفع معاه، هتطلع عينه. فهي دي مشكله العربيه دي بالذات. يعني العربيه دي بتنزل مانيوال واوتوماتيك، وتقدر تجيبها في رينج ال 160 برضو، على حسب هي موديل كام، هي مانيوال هي اوتوماتيك على حسب. بس في حاجه مريحاني قوي في العربيات دي مش هلاقيها في العربيات الوحشه التانيه، ان هي هعرف اشتريها. يعني مش هلاقي التاجر عارضها، التاجر ما بيحبهاش العربيات دي عشان مش بتتباع معاه، فهعرف اخد من المالك، وفي نفس الوقت العربيه هعرف اشتريها، هعرف اتكلم مع المالك اللي مش هيبقى عارضها بسعر حراق قوي. انما العربيات الوحشه التانيه هلاقي التاجر وكل واحد بيزود على سعر التاني، ويعني شغلانه سودا. فانا حابب كده، انا حابب العربيات اللي مش بياعه دي، ده وقتها. العربيه اللي بعد كده هي يعني عربيه تقيله على قلبي شويه، لكن سعرها في السوق والله بيحتم علينا اللي احنا ندخلها معانا في الفيديو ده. هي الرينو لوجان اللي هي الشكل القديم اللي هو من 2009 لحد 2014. العربيه دي بتنزل بموتور 1600 بيخرج 90 حصان. رينج السعر بتاعها في السوق من 100 ل 150 على حسب العربيه دي موديل كام، وهي مانيوال ولا اوتوماتيك، لان بتنزل مانيوال واوتوماتيك الاثنين. قطع غيار العربيه دي موجوده كلها، لكن سعرها حامي شويه بالمقارنه بباقي العربيات، سعرها عالي شويه لكن موجوده. انت تقدر تنزل صقر كوريش مثلا تتبضع من هناك هتلاقي كل اللي انت عايزه. العربيه دي عاليه عن الارض، والصالون بتاعها واسع كمان. والعربيه اللي هي حماله اسيه ماشي، لكن المولات بيشتكوا قوي من حته الدركسيون، يعني تحس ان هي الباور بتاعها تقيل قوي، العربيه ناشفه شويه. طيب نيجي للعربيه اللي بعد كده، وهي بيجو 206. العربيه دي بتنزل بمواتير 1100 و1400 و1600 كمان. الموديلات بتاعتها من 2000 لحد 2003. العربيه دي سعرها في رينج ال 100,000 جنيه، فده برضو رينج كويس لعربيه زي دي. فالعربيه عشان ما تتعبكش في حاجتين، اول حاجه اللي انت تجيب عربيه كهربتها سليمه ما فيهاش اي مشكله، تاني حاجه ان اللي يشتغل في العربيه بعد ما اشتريتها يبقى حد فاهم في البيجو، يبقى حد فاهم في العربيه، مش اي ميكانيكي وخلاص. هي مش زي العربيات الكوري والياباني اي حد هيفتح وهوب، لا لازم حد يبقى فاهم في العربيه. العزل بتاع العربيه مش احسن حاجه، والعربيه هاتشباك كمان، فهي مناسبه قوي لشاب او اسره صغيره، مش مناسبه للعائله الكبيره. كمان في ناس بتشتكي من الاوتوماتيك بتاع العربيه، بتشتكي من الفتيس الاوتوماتيك بتاعها، وان اريح حاجه في العربيه هي ال 1600 على الفتيس المانيوال وشكرا. العربيه موجود ليها قطع الغيار جديد واستيراد. طيب ما تيجوا ننزل كده بقى الحاجه ب 40 50 قوي كده، حاجه ب 40 50 الف.
وهي الفورد اسكورت. عربيه هتجيبها من موديل 98 لحد ال 2001. العربيه دي بتنزل بنوعين من المواتير 1300 و 1600. ال 1600 احسن طبعا لانه انجكشن مع التكييف مع مش عارف ايه، العربيه مش هتاثر معاك. العربيه دي ثبات محترم جدا، احسن ثبات تقريبا هتديهولك عربيه في الفئه اللي هي فيها، اللي هي تقريبا العربيه دي الوحيده اللي ما غليتش، يعني هي من يومها وهي بالسعر ده يمكن قلت ما زادتش، ب 40 50 الف جنيه. العربيه لازم اللي يشتغل فيها يبقى حد فاهم في العربيه وفاهم في الفرد، وكمان قطع الغيار مش عند البقال زي عربيات تانية كوري مثلا، لا، قطع الغيار موجوده بس عند ناس معينه، تروح مثلا تشتريها من الوكاله، هتروح تشتريها من كذا، فلازم تعرف هي عند مين بالظبط. لكن تستاهل والله، انا شايف ان رينج السعر اللي بتلعب فيه تستاهل اللي انا اتعب لها شويه، بدل ما هجيب ايه بال 40 50 دلوقتي. يا راجل ده السوزوكي ماروتي بقى يتلف في اكتر من كده. فالعربيه بالنسبه للباكج في الفئه السعريه بتاعتها زي الفل. طبعا لسه في عربيات كتير في الفئه المستخبيه دي، فعايزك لو تعرف عربيه في الفئه دي لسه ما قلناهاش اكتبها في الكومنتات، خلينا نتكلم عليها نتناقش فيها عشان كله يستفاد، لان الفئه دي هي انسب فئه تشتري منها دلوقتي، مش الفئه المشهوره المحبوبه من السوق. بس لو انت مكمل الفيديو لحد دلوقتي فانت بطل، ما تنساش تشير الفيديو ده عشان يوصل فعلا لكل حد محتاجه. شكرا، كان معاكم احمد فرجوط.